الوزيره المغربيه كتباوس مع ملياردير استرالي كبر منها ب 20 عام، بوسه اللي حرفيا كتسوى اكثر من 19 مليار دولار. واصلا خونا غير كيزلع في الفلوس وخصوصا باش يدعم القضايا الاجتماعيه والدراسات العلميه في بلادو. هذا الخبر خربق الحزب الاصاله والمعاصره المصارن ديالو اكثر ما هما مخربقين، وما حيلتهم يجمعوا مورا وهبي، ما حيلتهم الهادي حريره صافي. معكم بسمه في فيديو جديد ولا فضيحه جديده اللي بغينا نقولوا. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على شكون هو هذا الملياردير، واش جاي يدير في المغرب، وشنو علاقته بهذه الوزيره، واهم حاجه واش فعلا هاد التصويره حقيقيه حيت جاوي لهم الا كانت جا بصح. باش نعرفوا العلاقه اللي تقدر تجمع بين هاد الجوج كيخصنا نعرفوا بعدا هادي شكون هي وشكون هاد خونا، وشنو هو هاد المشروع العملاق اللي المغرب ندخل ليه راسو. باش بهكذا غادي نفهموا واش هاد البوسه اللي تسربات ما هي الا تصفيه الحسابات ولا شي حاجه اخرى. هو الحرقه على البلاد كاينه، الشفافيه كاينه، خاصكم تخلينا نخدموا. هاد الوزيره اللي امين وهي خدامه وحتى لدابا عاد ولينا كنعرفوها شكون هي ليلى بن علي، وزيره الانتقال الطاقي والتنميه المستدامه. واندرو فورست في 2008 كان هو اغنى واحد في كيا استراليا، ولكن دابا كيتعتبر ثاني اغنى شخص في استراليا وسابع اغنى شخص في العالم في مجال الطاقه الخضراء والمعادن والاستخراج ديالها، الشيء اللي خلى الثروه ديالو توصل ل 20 مليار دولار. حيت مع خونا نزق بان ليه البلان في هادشي من بعد ما شاف باللي غادي يوصل واحد النهار فين العالم غادي يبدل الاستعمال ديالو من الوقود الاحفوري بحال الفحم والنفط والغاز. وداك الشيء علاش غير في شهر جوج اللي فات اندرو جا للمغرب هو والوفد ديالو تلاقاو مع وزيره الانتقال الطاقي باش يديروا واحد الصفقه مع المكتب الشريف في الفوسفات اللي غادي تخلي المغرب يلعب كبير على الصعيد العالمي. وهاد الصفقه هي تطوير الطاقه الخضراء في المغرب. وباش نفهموا اكثر ونقصوا علينا واحد شويه ديال الغبره ديال الكلخ، حيت بلا ما نكذبوا على راسنا الاغلبيه فيكم داخل هذا الفيديو غير حيت سامع بوسه ديال الوزيره في البلان، ولكن فاش غادي تفهم مزيان غادي تعرف علاش هذا البلان الا كان بصح راه مشكله. بما انه المغرب عنده اللهم بارك بزاف ديال الموارد الطاقه بحال الريح والشمس، ونظرا لانه قريب لاوروبا فهاد الشركه بغات تعاون هي والمغرب باش يصدروا الهيدروجين الاخضر والامونيا والاسمده سواء في المغرب نيت ولا اوروبا وحتى الاسواق الدوليه كامله، لانه ديجا هاد خونا حاكمها في الشينوا. ولكن قبل ما نشرح لكم هاد الصفقه اللي داروا بغيت غير نقول لك انه الا ما فهمتي والو ولا حسيتي براسك ما عندك ما دير بهاد المعلومات اسمح لي نقول لك بلي انا كثار منك، ولكن وانا كنوجد لهذا الموضوع عاد بيت كنفهم الاهميه والخطوره ديالو. شركه فورتسكيو انرجي ديال هاد خونا كتعتبر حاليا هي رابع اكبر شركه في العالم كتنتج اي حاجه عندها علاقه بالحديد، بحيث انه كتستخرج مواد مهمه منه باش يخدموا بها البطاريات والمغناطيس وحتى الاسمده. المهم هاد الشركه هادي دارت صفقه مع مجموعه او سي بي واللي كتقسم على 4 ديال الحوايج. الاولى سيدي باغيين يكثروا من الانتاج ديال الامونيا الخضراء اللي كتستعمل في المحركات وباش ينتجوا الكهرباء ويولدوا الحراره، وكتعتبر عنصر مهم في انتاج الاسمده. Only green ammonia can be produced at huge scale, big enough for the shipping industry, the transport industry. We have to go straight to green ammonia and stop these punchy little steps we're taking fuel away from the food industry. ثاني مشروع وهو تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات الخضراء بحال الطباعات ولاتية الابعاد والتصميم والروبوت. ثالث مشروع هو يديروا مركز البحث وتطوير التكنولوجيا في مراكش قريب لجامعه محمد السادس متعدده التخصصات التقنيه، باش بهكذا يقدروا يعمقوا البحث كثر في الطاقات المتجدده والهيدروجين الاخضر ويقلبوا على معادن كثر في الارض. والهيدروجين الاخضر حتى هو نوع من الوقود وكيتستخدم في الطوموبيلات من بعد ما كيعزلوه على الاكسجين، حيت الهدف اصلا ديال هذه الشركه هو ما يبقاوش خدامين بالكربون من هنا ل 2030. ولكن باش يديروا هذا الشيء كيخصهم بزاف ديال المناجم وزباله ديال الفلوس. وهنا فين كيجي الدور ديال المشروع الرابع اللي هو يكون تعاون بين المقاولات اللي عندهم راس مال كبير باش بهكذا يحطوا العاقه اكثر باش يطوروا التكنولوجيا اللي غادي يخدموا بها هذا الشيء. وبالتالي هذه الصفقه غادي تخلي المغرب يدخل لسباق عالمي للطاقه اللي اي واحد ملعق حاليا مقمر عليها حيت هي المستقبل، بل اكثر من هذا الشيء فهي داخله في كل شيء من الصناعه ديال الطوموبيلات التراكتورات الوقود ديالهم الاسمده باش الدول يوفروا الماكله للناس. ولكن هذا الشيء كامل غادي يدار باش يحافظوا على البيئه وفي نفس الوقت باش يقدروا يوفروه بثمن مناسب لدرجه يكون بديل لهذا الشيء اللي كنشوفوه دابا اولا كنستعملوه. وبالتالي من هنا كنفهموا بلي هاد خونا واحد الشخص اللي مهم بزاف للمغرب والعالم. ودابا ندوزو للوزيره اللي غير السيمانه الفايته مشات لباريس وتلاقات مع هاد خونا اللي هو المدير العام للوكاله الفرنسيه للتنميه في اطار المشروع الرابع، واللي هو دبر على شكون يعطي فلوس كثر باش يديروا الاستثمارات في مجالات الطاقه المتجدده، وفي نفس الوقت باش يكون تعاون بين المغرب وبين فرنسا والمؤسسات الدوليه اللي داخلين لمجال الطاقه. وحسب الموقع 360 كيقولوا انه حتى اندرو كان تما واخا ما بانش ليا تصويرته صراحه. كنرجعوا للسيمانه هذه عاوتاني كنلقاو بلي ليلى حضرات احتفالات العيد الوطني الاسترالي اللي كتنظمها السفاره الاستراليه في الرباط كل عام، وكانوا تلاقاو تما نيت. ودابا اجي ندوزو لشويه ديال التحليل، لانه فاش خرج هذا الخبر وصل
والصحافه مشات عند الوزيره قالت لهم بلي المشروع ديالهم مستهدف من العام اللي فات وانه كاين استهدافات، ولكن حنا ما عرفناش هاد الاستهدافات وما شرحاتهمش لبنادم، ولكن الا كانت هي مستهدفه فما عرفناش علاش. اما اندرو الا كان مستهدف فنقدروا نتفاهموها، وانا غادي نقول لكم علاش. حنا كنهضروا على راجل اللي عنده الوزن ديالو في عالم المشاريع العملاقه، ماشي مشاريع عاديه، وانسان اللي مشهور بزاف في استراليا، وبالتالي الصحافه كتجارى باش تلقى عليه اي حاجه ويكونوا السباقين في انهم يحصلوا عليه شي زبله، لانه من غير انه ملعق خونا كان فقر من العمود الفقري وقدر حرفيا يصنع ثروه من الزيرو، وبالتالي الصحافه كتموت عليه. وهذا الشيء من جهه كيعني انه غادي يكون واحد المبيعات اكثر للخبر ديالو بالنسبه للجريده اللي سربت الخبر، وفي نفس الوقت كتبرد الغدايد الاعداء ديالو، لانه ما يمكنش توصل لهذا النيفو وانت عندك اصدقاء عاديين، وفي الطريق وانت كتكبر الثروه ديالك راه كدير بزاف ديال الاعداء. وهذا الشيء نيت اللي وقع لاندرو مع رئيس الوزراء السابق كيفن راد، واللي حاليا ولا وزير الخارجيه. هاد الجوج من بعد ما كانوا صحاب غادي يوليو اعداء ديال بصح، والسبب انه اندرو نوضها مع الحكومه اللي فيها كيفن على قبل الضريبه على الارباح ديال المعادن. اندرو كان كيضرب على راسو وعلى صحابو، وولات الحرب ديالو مع الحكومه الشرسه، الشيء اللي من جهه غادي يحقق المطالب ديالو ولو غير واحد شويه، ولكن اسمعوا هذه مزيان غيتسبب في اقاله الوزير من المنصب ديالو، مع العلم انه كيفن من الناس اللي عاونوه ماديا باش يحقق المشروع ديالو اللي هو تويجز جينيريشن 1، الشيء اللي خلاه يخلق اكثر من 50,000 منصب ديال الشغل. Australia's richest man, Andrew Forrest, has confirmed he'll take his battle with the Australian Securities and Investments Commission to the High Court. He's Australia's richest man, and Andrew Forrest is now putting his millions where his mouth is. He boldly reveals his plan to fix what he calls the embarrassing situation between Aboriginals and white people, and he's not using 1 cent of taxpayers' money. Andrew Forrest plans to bully those politicians. ولكن مؤخرا خونا غادي يوليو عنده اعداء من الشركه ديالو نيت، حيت غادي يقلب الوجه على مسؤولين كبار في مجموعه فورتسكيو ميتلز جروب، وكيدوروا شي شائعات باللي مؤخرا الحاله العقليه والنفسيه ديالو ماشي حتى ليه، الحاجه اللي خلات بزاف من الموظفين ديالو يكعوا عليه، والسبب هو انه كيدوز من مرحله طلاق عاطفي مع مراته نيكولا اللي دوز معها 31 عام ديال الزواج، وحتى هي كتعتبر ثاني اغنى امراه في استراليا، وبالرغم من انه كانوا على بون تيطلقوا العام اللي فات الا انهم لسبب ما بقاو مع بعضياتهم. وهاد الكوبل كانوا في 2013 من بين اهم المشاهير اللي وقعوا على عريضه التخلي على جزء من الثروه ديالهم للصالح العام والمدى الحياه، وكان معاهم في نفس الوقت وارين بافيت، بيل غيتس، ايلون ماسك. دابا كاين جوج ديال النظريات اللي كيفسروا هاد التصويره. الاولى هي انه فعلا المراه اللي في التصويره هي الوزيره، بحكم انه كنشوفوا في الصوره على انه لابسه صباط اللي كيشبه الصباط اللي ليلى كانت لابساه فاش مشات لباريس، وكيبان على انه ليلى لبسته في بزاف ديال المناسبات، وحتى من هاد اللعيبه اللي دايرينها بجوج على اساس انه عطاها ليها، دونك راه كاينه شي حاجه. والنظريه الثانيه هي ان هذيك صوره مفبركه، واخا هاد النظريه مستبعده. والنظريه الثالثه انه هذيك فعلا تصويره حقيقيه، ولكن هذيك اللي فيها راه ماشي الوزيره. ولكن كاين بعض الجهات اللي قال لك بلي راه هذيك راه واحد الدبلوماسيه استراليه هي اللي كانت كتبوسو، خاصه وانه كانت حاضره معاه في مؤتمر ديال تغيرات المناخ في نفس الوقت اللي كانت فيه بن علي في باريس. ولكن فاش قلبت صراحه في الصحف الاستراليه والانجليزيه عامه ما كاينش حتى هاد الاشاعه ولو غير شويه، وبالتالي من المستبعد انه تكون هي والله اعلم. والتحليل لهذا الشيء هو انه الا فعلا الباباراتزي كانوا حاطينه، فعلاش تعمدوا يحطوا التصويره من هذيك الزاويه اللي كتبين اندرو وما كتبينش المراه، يعني باغيين يحطوا عليها الباطل، ولكن في نفس الوقت كنهضروا على بوسه اللي بحالها بحال الموت، بجوج بهم كيجيو على غفله ودغيا كيساليو، يعني ما غادي يجي فين المصور يبدل البلاصه حتى غادي يكونوا سالاو. ولكن الا كان عاوتاني هذا الشيء بصح فكان ممكن ان المصور يصورهم كيتباوسوا، وبحكم انه كانوا واقفين تما كان يقدر يبدل البلاصه ويصورها بنفس اللبسه، وبهكذا غادي يثبت باللي هذيك هي الوزيره. وفي احسن الحالات كان ممكن يصور فيديو ويهني راسو كاع. حاليا بزاف ديال الجهات كيطالبوا باش يتحل التحقيق ويشوفوا واش كاين فعلا تضارب ديال المصالح، وبمعنى اخر واش حيت خدنا تاثرت به عاطفيا او كاين شي مقابل مادي اللي خلاها تعطيه امتيازات باش يديروا الصفقه ديالو في المغرب، او مثلا واش سربت ليه شي معطيات سريه ولا وثائق مهمه باش يقدر ياخذ المارشيات اكثر في المغرب، وواش اصلا بسببها باش خدا هذا المارشي ديال الفوسفات. وهادو كانوا من بين التساؤلات اللي طرحوهم صحفيين ديال موقع جود، واش بنيه صافيه ولا لا ما نقدروش نعرفوا صراحه، حيت لاحظت على انه النهار كامل هما حاطين غير عليها، خصوصا وانه شي صحفي في شوف تيفي تعاملت معاه المستشاره ديال ليلى بطريقه خايبه، وفي الحقيقه كيقولوا باللي هي تهجمت عليه، ومن فوق هادشي بغات تلصق فيه باللي هو اللي بغات تسد عليها. وغير نهار الثلاث الوزاره اللي فيها ليلى خرجت بلاغ صحفي كتنفي فيه جميع الاشاعات، ولكن كاين اللي ما عجبوش هذا البلاغ وقال لك فيه نوع من الارتباك، زيد عليها انه ما خرجش على اساس بلاغ رسمي، الشيء اللي خلاهم يصلحوا هادشي من بعد ويزيدوا السيناتور ديال الوزاره. بل اكثر من هادشي قال لك سيدي انه بصريح العبارات هذا البلاغ فيه نوع من التهديد لاي واحد هضر عليها، وهادشي كيزيد يغرقها ويبين على انه فعلا كاين علاقه. صحيفه الديلي تيليغراف قالت باللي الموظفين ديال اندرو
اندرو فعلا اكدوا على انه كاينه علاقه بين المدير ديالهم وبين الوزيره، وهذا الشيء اللي لاحظوه طيله الشهور الاخيره من خلال اللقاءات المتكرره اللي كانت بيناتهم. ولكن الغريب في هذا الشيء كامل هو انه ما شفناش الوزراء تضامنوا معها بتاتا، على عكس بعض الوزراء اللي ناض عليهم الصداع وكلشي كان واقف معاهم. فشنو بان لكم نتوما في هذا الشيء؟ واش يقدر يكون البلان وما فيه مجرد تصفيه حسابات ضد اندرو، وليلى غير جات في الطريق وكلات الدق، او لا كاينه فعلا شي حاجه اخرى اللي كاينه تما اللي حنا ما عارفينهاش؟ المهم قولوا لي الاراء ديالكم وشنو بان لكم نتوما.